أعزائي المشاهدين، نحن الآن في جناح دار الضياء من دولة الكويت المشارك في معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الخامسة. السلام عليكم. عليكم مرحبا أستاذ كمال. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور. بالنسبة لدار الضياء كم إصدار سنويا بتطالعوا جديد أنتم؟ احنا عندنا في دار الضياء سنويا من 40 ل 50 إصدار جديد. 50 إصدار كله عن التراث؟ الدار متخصصة في كتب التراث واللي دائما تطبع لأول مرة، أو يبقى التحقيق الخاص بها مميز من جهة خدمة الكتاب من النص والنسخ الخطية اللي احنا اعتمدنا عليها في التحقيق. أفضل الإصدارات شو هي مثلا؟ أفضل الإصدارات بالنسبة للدار عندنا إصدارات متنوعة زي تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام ابن حجر، ده من أكثر الكتب مبيعا هنا في معرض السليمانية وبالعراق يعني عموما. وفي شرح المحلي على المنهاج ده في الفقه الشافعي أيضا، وفي شرح الهداية في الفقه الحنفي. فاحنا بنحاول ننوع يعني مواضيع الاصدارات في الدار. بارك الله فيك. هل بتعملوا خصم على المبيعات في معرض؟ طبعا في المعارض بصوره عامه يعني. نعم طبعا احنا بنعمل الخصم الخاص بالمعرض بيتراوح من 35 ل 40%. 40% على كل الاصدارات طبعا. بارك الله فيك وشكرا لك. بارك الله فيك. حياكم الله. بارك الله فيك.